وقفنا المرة اللي فاتت لما هيون راحت تدور على سيون، بس اتفاجئت وهي بتقع من على سطح المبنى وكانت بتنزف جدا. وبعد شوية بيجي هان، ولما بيسألها عن اللي حصل بتقوله إنها كانت رايحة تدور على سيون لأنها كانت قالت لها إنها هتروح المدرسة. ولما بيبدأ يسألها أسئلة كتير بتقوله إنها متعرفش حاجة غير كده، وبيكون قاعد يعيط من خوفه عليها. وبعدين بيتفاجئ قوي لما بتقوله بثقة إن سيون مستحيل تكون انتحرت. وتاني يوم في المدرسة بتحصل مشكلة كبيرة بين المدرسين، وفي اللحظة دي بتوصل هيون للمدرسة وبتفضل تبص على الكرسي بتاع سيون وهي ساكتة. وبعد كده بنشوف كيم، الشخص اللي زقها من فوق سطح المبنى، وهو بياخد شنطه وبيروح يقعد عند أخته. وبنرجع لهان وهو قاعد جنب سيون وخايف إن هي تموت وتسيبه لوحده، وهيون بتبقى واقفة بعيد وشايفاهم وساكتة. وفجأة بتقرر تطلع على السطح بتاع المدرسة وبتحاول ترجع كل اللي حصل وتحلل ازاي وقعت من هنا، لحد ما بتطلع لها واحدة زميلتها وبتقول لها إن البنت المتنمرة اللي اسمها يونج كانت دايما بتضايق سيون، وكل الطلبة متأكدين إن هي ليها إيد في اللي حصل، وبالذات لما غابت من المدرسة في نفس يوم الحادثة. وبتعرفها إن هي اسمها جين ومعاها في الصف الخامس وبيمشوا مع بعض، وبتبدأ تحكي لها كل حاجة وبتعرفها إن سيون كانت منبوذة. وبنشوف طالب بقى وهيون بتبص عليه قوي وبتاخد منه النضارة لأنها بتبقى فاكرة إن هي نضارة سيون، بس لما بتلبسها بتديها له تاني لأنها بتبقى نضارة عادية. والنضارة في الوقت ده بتبقى موجودة في أوضة المدرسين، وكيم بيقرر وقتها إنه يلبسها وبيترعب قوي لما بيشوف خطوط حمراء طالعة من كل اللي موجودين حواليه. وفي الوقت ده هان بيوصل وبيسأل المدرسة على الطالبة كونغ، فبتعرفه إن هي ما جاتش من وقت الحادثة، وبيسألها على الشاب اللي في الصورة ده وبياخد بعضه وبيروح له. وبيبقى اسم الشخص ده وون، وكان مرتبط ببنت أخوه سيون. وبيبدأ يسأله وقتها على حاجات معينة، بس الولد ما بيبقاش مركز معاه لأنه بيفضل يلعب بالتليفون. وبيقول له إنهم راحوا المقهى ولعبوا شوية، وبعدها قالت له إن هي عايزة ترجع البيت ضروري. وبالليل بقى بيفضل يراجع في كاميرات المراقبة، بس بيلاحظ وجود كانغ وهي بتسرق شنطة سيون، وبيفضل مراقبها في الكاميرات لحد ما بيشوفها وهي بتركب الباص. وبنروح لكيم وبيبقى لابس النضارة وقاعد ياكل مع أخته وجوز أخته، وبيبقى مصدوم من كمية الخطوط الحمراء اللي طالعة من فوقه لأنها خطوط كتير وفي خط واحد بس متصل بأخته وجوز أخته. بيسأله هو ليه انفصل عن حبيبته، فبيتوه وقتها في الكلام وما بيرضاش يعرفه الحقيقة. وهما بقى راكبين في الأسانسير مع بعض بيتفاجئ بإن الخطوط الحمراء بتاعته متوصلة بكل دور هما بيعدوا عليه، وده معناه إن هو بيخون أخته مع جيرانها في العمارة. وبيقعدوا يتكلموا شوية وبعدين بيركبوا الأسانسير تاني وبيضغط على الدور العاشر عشان يعرف مين البنت اللي جوز أخته بيحبها، بس بيمنعه قبل ما يخرج. وبنروح لهان وبيكون منهار نفسيا جدا لحد ما بيوصل صاحبه وبيزعق له. وكيم وقتها بيلاقي طرد لواحدة في الدور العاشر، فبيقرر يروح ويوصله لها عشان يعرف جوز أخته بيحب مين. بس لما بيسمع صوتها بيستخبى وبيلاقي على دماغها خطوط كتير قوي حمراء، وبيروح ياكل وقتها مع أخته وبيبقى عايز يقول لها على جوزها بس ما بيرضاش. وبيفضلوا يتكلموا عن باباهم ومامتهم وإن أبوهم كان شخص قاسي قوي لدرجة إن هو سابهم عشان واحدة تانية غير مامتهم، وبيفضل يعيط بسبب البنت اللي بيحبها. وهان بيبقى بيحقق في جريمة قتل وبيبقى متأكد إن الشخص ده ما ماتش وإن في حاجة ورا الموضوع. وفي المدرسة بقى جين بتنادي لرئيس الفصل وبتطلب منه إن هما يروحوا يتغدوا مع بعض هما التلاتة، وفعلا بيوافق. وهما ماشيين مع بعض فجأة بيلاقوا هان وبيوقفهم لأنه عايز هيون، فجين بتبدأ تتعصب وتتخانق معاه، فبيقول لها إن هو شرطي. وفي أثناء ما هو وهيون راكبين العربية بيتفاجئ لما بتسأله على نضارة سيون وبتعرفه إن هو لو لقى النضارة ساعتها هتقوله على كل حاجة، وبتسيبه وتمشي. وبالليل كيم بيبقى مراقب تحركات جوز أخته وبيشوفه مقدم لجارته هدية، ولما بيتصل عليه بقى بيقوله إن هو في اجتماع ومش فاضي، بس هو في الوقت ده كان واقف وراه وشايفه. وبيرجع للفندق وبيبقى شايف خطوط كتير قوي حمراء، وفي النهاية بيلاقي أوضة جوز أخته فبيمسكه وبيضربه. فبيحاول وقتها يهديه لأنه بيبقى خايف ومتوتر، فكيم وقتها بيعرفه إن هو لو محلش الموضوع ده النهاردة هيدمر له حياته وبيمشي. تاني يوم بقى بيروح للمدرسة وبيقرر إن هو هيسيبها ويمشي بشكل نهائي. ولما بيفتح التليفون بتاعه بيلاقي البنت اللي جوز أخته بيحبها حامل، فبيتعصب قوي وبيقرر إن هو هينتقم
ينتقم منه، ولما بيرجع للبيت بيلاقي فوضى في المكان، وأخته بتبقى منهارة جدا جوه العربية، فبيحاول وقتها إنه يهديها، وبيوصل جوز أخته وبيروح للبنت اللي بيحبها وحامل منه، فكين بيروح له وبيضربه، وبعد ما بياخدها ويمشي بيرجع لأخته اللي بتقوله إن هي كانت عارفة كل حاجة وطلبت منه إن هو ينهي العلاقة دي ويرجع لها، ولما رفض قررت إن هي تكسر لها العربية بتاعتها. ولما بنتها بتيجي بقى بيروح هو ياخدها بسرعة في حضنه عشان ما تشوفش مامتها وهي منهارة. وهان بقى بيفتكر النضارة، فبيدخل لأوضة سيون وبيفضل يدور عليها بس ما بيلاقيلهاش أي أثر نهائي، فبيروح لهيون وبيوريها الرسومات اللي بنت أخوه كانت رسماها، وبيسألها على الخطوط دي، فبتقوله معنى الخطوط دي إيه، بس هو ما بيصدقهاش. فوقتها بتقرر إن هي تمشي، بس بيوقفها وبيقول لها ممكن الشخص اللي زق سيون من على سطح المبنى يكون عمل كده عشان ياخد النضارة منها. فبتقوله إن هي مش عارفة حاجة، وإنها متأكدة إن سيون ما انتحرتش، بس ممكن يكون شخص قتلها لأنها هددته بالخطوط اللي هي شافتها. وبيقول لها إن هي أكيد بتعاني بسبب الموضوع ده، وبتحلم وقتها إن هي واقفة قدام سرير سيون، وفجأة الخط بتاعها انتهى، وده معناه إن هي ماتت. وقامت مفزوعة من النوم، وكانت في الوقت ده موجودة في المدرسة. وبعد كده بتقعد هي وأصحابها وبتعرفهم إن هي هتشتغل بدوام جزئي. ولما جين بتسألها عن شغلها، رئيس الفصل بيقول لها ما ينفعش نسأل حد أسئلة شخصية، بس هيون بتعرفه إنها تشتغل في فندق. وفي المدرسة بنشوف واحدة من المدرسين وهي لابسة نضارة، والمديرة بتفضل تتخانق معاها، بس لما بتبصلها ما بتلاقيش عندها ولا خط أحمر، وبيروحوا يتغدوا كلهم سوا. وبنشوف هيون وبتبقى بدأت الشغل بتاعها، وفي نفس الوقت ده هان وصاحبه بيبقوا بيدوروا في قضية سيون وبيحكي له عن النضارة، فصاحبه بيتفاجئ قوي. وبنرجع تاني لهيون واصحابها بيجولها وبيقعدوا معاها، وبتيجي المدرسة اللي لقت النضارة بس بتبقى مغيرة لبسها كله وشكلها. وأول ما جين بتشوفها بتحس إن هي شافتها قبل كده، وبعدها لما بتمشي جين بتشوفها وبتعرفها إن هي بتشتغل عندهم في المدرسة، وبتقول إنها بتلبس دايما نضارة غريبة. فهيون وقتها بتركز في كلمة النضارة دي، وبترجع البيت وبتشيل الباروكة بتاعتها، ولما بتبص من الشباك بتلاقي كمية كبيرة من الخطوط الحمراء. بالليل بقى هان بيروح يدور على أي أدلة، وبيروح لهيون وبيسألها على الخط الأحمر اللي موجود في راس سيون، ولو كان متوصل بحد من الطلبة زمايلهم. فبتعرفه إن هو مش متصل بحد، لأن هي متعرفش هي بتحب مين، وبيبقى حاسس اللي بتحبه هو اللي زقها، وبيبقى متضايق قوي لأنه ما يعرفوش. والمدرسة بقى اللي لابسة نضارة بتروح لأوضة الموسيقى لأن في مدرس هناك هي بتحبه، وبتقعد معاه وبيعرفها إنه متأكد إن هي مش عايزة تقضي حياتها كلها في المدرسة. وبتفضل وقتها تبص على نفسها هي وهو في المراية. بنشوف بقى هيون ورئيس الفصل بيوقفها وبيعرفها إن جين عندها حاجات مهمة، وعشان كده رجعت للبيت بدري، وبياخدها وقتها لحمام السباحة بتاع المدرسة، وبيعرفها إن ده أكتر مكان فاضي لأنه عارف إنها ما بتحبش تشوف بشر. وبتفضل تبص للمية وبتقرر إن هي تنط فيها وتعوم، وزميلها بيخاف عليها وبينزل وراها، وبعدها بيقعدوا ياكلوا سوا، وبتقرر تفتح له قلبها وبتعرفه إن هي بتشوف خطوط حمراء من لما كانت صغيرة. فبيتحمس للموضوع قوي وبيسألها إذا كان عنده خط أحمر ولا لأ، فبتعرفه إن هو وجين ما عندهمش خطوط حمراء، وبتسأله إذا كان مصدقها ولا لأ، فبيعرفها إنه مصدقها لأنها ليه هتكتب عليه يعني. بالليل بقى بتفضل تفكر في زميلها، وبيظهر كده إن هي أعجبت بيه. تاني يوم بقى المدرسة بتيجي تاخد المفتاح من هيون، وبتقرر إن هي تطلع تنظف الأوضة، بس بتسمعها وهي بتتخانق مع نفسها وبتقول إن هي ضعيفة الشخصية وكانت هتبقى ممثلة، بس مستحيل تعمل عمل كده لأنها جبانة. وبتقول إنها كانت متدمرة لحد لما لقت النضارة دي، وأول لما لبستها شافت الخطوط الحمراء وعرفت وقتها إن الكل مش مثالي وفيه اللي أسوأ منها. وبتبقى مأجرة الأوضة اللي جنب المدرس اللي هي بتحبه، وبتتفاجئ لما بتعرف إن هو بيحب بنت تانية، فبتتضايق قوي. فبتروح لهيون وبتعرفها إن هي عايزة تجدد أيامها في الفندق، وبتروح تضرب حبيبة المدرس وبتلبس لبسها وبتروح له. وبيتصدم قوي لما بيشوفها وبيبقى خايف منها لأن شكلها كده مجنونة، فبتفضل تضربه لحد ما بيغمى عليه وبيفضل ينزف كتير. فبتقرر إن هي
بتنتحر والشرطة بتوصل للمكان، وهيون بتعرفه إن البنت دي كانت لابسة النضارة وبتقوله إن النضارة دي خطيرة واللي بيلبسها بيموت وبيموت اللي حواليه، بس ما بيهتمش بكلامها خالص وبيروح يدور وقتها على النضارة لحد ما بيلاقيها. وأول ما بيبص لنفسه في المراية بيلاقي كمية خطوط حمراء على دماغه كتير قوي، فبيتصدم جدا وبيكون مش مصدق اللي هو شايفه. تفتكروا بقى النضارة دي هتكون نعمة ولا نقمة؟ لو حابين تعرفوا ايه اللي هيحصل في الأحداث الجاية تابعوا معايا في الحلقات اللي هتنزل بعد كده، ويا ريت تشاركوني رأيكم في الكومنتات، ولو حابين الأجزاء الأولى أنزلها لكم عرفوني في الكومنتات، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وسلام.